شكرا جزيلا. وأبدأ مبدأ كلمتي. Thank you, Vanderline. Thank you very much. I appreciate everything. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، السادة المفوضون والوزراء، السيدات والسادة الحضور، يطيب لي أن أعرب عن سعادتي بتواجدي اليوم في بروكسل والمشاركة في حفل ختام هذا الحدث الاقتصادي المهم الذي يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يأتي بالتوازي مع القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث وإثراء النقاش في جوانبه الموضوعية على مدار اليوم، والذي أكد مجددا أهمية وثيقة الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارة مصر الخارجية في عام 2024. كما مثلت استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في مصر في عام 2024. لقد تنوعت موضوعات النقاش خلال جلسات هذا الحدث، وتناولت محاور استراتيجية ما بين دراسة إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر يكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وأفكارا حول تعميق اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، وتناولا معمقا لدور القطاع الخاص والتزام الدولة المصرية بدعمه ليكون محركا رئيسيا للتنمية. وهي كلها موضوعات تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتشعبها، وتطلعنا المشترك نحو الانتقال بها إلى آفاق أرحب خلال السنوات القادمة. السيدات والسادة، لم يأتي هذا الحدث الاقتصادي وليدا للحظة الراهنة، وإنما جاء امتدادا لمسار متصاعد بدأ في مارس 2024 بالإعلان عن قرارنا المشترك بالارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة رفيعة المستوى إلى القاهرة للسيدة أرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وقادة كل من بلجيكا وإيطاليا واليونان وقبرص والنمسا. وعقبه مشاركة سيادتها لاحقا في افتتاح المؤتمر المصري الأوروبي الأول للاستثمار في يونيو 2024. وهما الزيارتان اللتان عكستا إرادة سياسية واضحة لبناء علاقة متوازنة وطموحة تقوم على المصالح المتبادلة، وما نشهده اليوم هو ترجمة عملية لتلك الرؤية. ويسعدني في زيارتي الأولى لبروكسل بعد هذا التطور النوعي في العلاقة بين الجانبين أن أعرب عن بالغ تقديري للسيدة فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي لعبت دورا محوريا في دفع هذا التعاون إلى الأمام. ولا يسعني في هذا المقام سوى أن أؤكد على أننا نبادل هذا الالتزام الأوروبي بالعمل الدؤوب لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية على أسس عملية مستدامة. السيدات والسادة، نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مرحلة تتطلب رؤية أوسع وطموحا أكبر وسط هذه التطورات غير المسبوقة التي شهدتها منطقتنا ومحيطنا الإقليمي خلال الأعوام الأخيرة. وأنني على يقين راسخ بأن مصر اليوم تمثل فرصة حقيقية وملموسة أمام مجتمع الأعمال الأوروبي وليس مجرد شريك قريب جغرافيا. واسمحوا في هذا الصدد أن أشارككم بعض الحقائق. أولا، لقد اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، وأشارت تلك المؤسسات وصندوق النقد الدولي باتباع مصر لسعر صرف مرن، فضلا عن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع معدل النمو السنوي خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 إلى 4.4% مقارنة ب 2.4%